السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رجعنا لشغل الفطير كمان مرة. الفطير المشلتت مفيش اروع ولا احلى من كده. بصوا جمال وبصوا الحلاوة. طبعا انا عملت قبل كده الفيديو ده، بس في ناس طلبت مني ان انا اعيده تاني. كانوا عايزين يجربوا الطريقة، كان اكتر مرة عجبتهم خالص. طريقة الفرد بالدقيق سهلة جدا وبسيطة، واي حد ممكن يعملها. كل اللي انت بتعمليه اهم حاجه بتريحي العجينه. بص العجينه معاكي مطاطيه ازاي، بص كل ما تشدي فيها كل ما بتبقى زي اللبانه بالظبط. الله اكبر. كانت ده بيدي توريك حلو خالص للفطيره. ولما تيجي تفرديها زي كده بصي، عشان انت ريحتيها حلو العجينه وخدمتها كويس، بتشتغل معاكي بتطلع مورجه. والله اكبر الصينيه بتبقى ما شاء الله. صلوا على الحبيب المصطفى. بصوا اهو جمال الفطير. طبعا انا عاملاها فطيره كبيره. دي تكفي عيله واكتر بصراحه. بتطلع حلوه، بيبقى فيها لحم من جوه، وبتبقى مورجه طبقات طبقات من جوه، فبتبقى جميله في الاكل. بيبقى لها قلب بمعنى اصح. الفطيره مورجه ما شاء الله ومجرمشه. والتطيب طبعا ما فيش احسن من كده. صلوا على الحبيب المصطفى. هنشوف كل التفاصيل تاني وهعيدها لكم حته حته. بصوا جمال الفطيره، الله اكبر حاجه كده. ما شاء الله. هنتفرج مع بعضينا على الطريقة بالظبط. وما تنسوش طبعا لو عجبك الفيديو ان شاء الله يعجبك تشترك في القناة وتفعل الجرس. نقول بسم الله ونبدأ. طبعا اول حاجة هنعملها هي العجين. العجين معروف عندنا دول 2 كيلو دقيق ونص، هما اللي عملت منهم الفطيرتين الكبار اللي انتوا شفتوهم في بداية الفيديو. اهم حاجه ان انت بتعجن العجين تحطي ملح وسكر، ده شيء طبيعي واساسي. ما بتدعكيش العجينه قوي، هو انت لازم تدوسي فيها ايوه، بس يعني عشان ما تتعبيش. لو انت مش هتقدر يعني تدوسي فيها قوي وتستمر في عجنها، هتديها زي ما انا بعمل كده. هو بتلفيها وتغير بميتها خالص وحته زيت وتلفيها، تسيبيها تريح ساعه او اكتر. بص تبقى معاكي مطاطي زي كده. العجينه الله اكبر عامله زي اللبانه بالظبط. انا كل اللي بعمله انا خدت نص العجين، يعني انا قسمت العجين ده كله عملته على صينيتين كبار. باخد القطعه الاولى واعملها زي كده على 3 قطع. نص العجين الاولاني دي يعملوا لي فطيره. هنشوف طريقتها بسيطه ازاي. انا بحاول اسوي الكور قد بعض. عملتها كده اهو. انا بستخدم في الفرد الدقيق بس. انا حطيت ماده دهنيه يا زيت يا سمنه علشان بس ما تشجكش معايا وانا شغاله، لان عبال ما تنتظر اعمل واحده واحده. نقول بسم الله ونبدا. كل اللي انت بتعمليه بتفرديها زي اي حاجه عندك بتفرديها، بتدوريها بس زي كده اهو، حبه حبه. هتتفرد معاكي خالص علشان انت ريحتي العجينه. انا قلت لك سبتها اكتر من ساعه، ولو ساعه ونص مش هيحصل اي مشكله، خاصه في الفطير المشلتت ده. عايز تريحي العجينه. انا بلعب على الاطراف، ملاحظه ان انا بلعب على الاطراف، بفرد الاطراف بس ما بلعبش في النص. بالنص ده هيتفرد معاكي على الطبليه دلوقتي حبه حبه بشويش. انا اهم حاجه عندي الاطراف بالنشابه الرولة زي كده. بصي سمك العجينه مبيبقاش كبير، مش بيبقى تخين، علشان تتفرد معاكي. وبلعب بشويه دقيق على الاطراف عشان لما تنزل على الطبليه ما تلزقش منك، تبقى سهله. وحبه دقيق كمان على الطبليه او الترابيزه اللي انت هتستعمليها علشان ما تتلزقش منك اهو. بلعب برضو كمان على الاطراف. العجينه كده ريحت خالص واشتغلت، هتشتغل معاكي كويس جوي اهو. بلعب على الاطراف بس، هتبقى حاجه كده بصراحه جميله. بصوا اهو، انا بقول لكم ان انا ماشيه على الاطراف بس، مش بلعب في النص. هتشديها ما اشتغلتش معاكي سيبيها دقيقتين بالظبط، عدي لحد 10 ولا 5 هتشتغل معاكي. بصي اهو، هتشدي الله اكبر. اسحبي بايديكي كده وخلي ايديكي خفيفه، ما تخافيش مش هتتقطع منك، ولو اتقطعت منك برضو هتطلع معاكي حلوه. بصي انت كده لما لو ما اتقطعتش منك هيبقى فيها هوا، لكن لو اتقطعت منك الهوا كده طلع منها مش يعني هي هتبقى حلوه، بس مش زي لما تكون مش مقطوعه. بصوا اهو، تلعبي على الاطراف زي كده وتشدي. القطع الصغير ده مش هيجرى اي حاجه، تطلع برضو معاكي مرجه خالص اهو. بتتنيها، تدعكي بالسمنه. السمنه دي انا عاملاها سمنه نباتي عادي، مش حاطه لا زبده ولا حاطه حاجه. عايزه انت تحطي عندك حطي، بس انا اللي انا عملته المره دي في ناس طلبته مني طب السمن العادي يشتغل في الفطير المشلتت؟ يشتغل معاكي. بحط حبه زيت في الصينيه، يبقى كده دي اول كوره. انا حطيتها كده وسبتها على جنب. اشتغلت في التانية، يبقى فاضل واحده بس. بنفس الطريقه بفردها، وبالنشابه الرولة بلعب على الاطراف اهو زي كده. بسم الله ما شاء الله اهو.
العجينه شغاله معايا حلوه خالص لانها ريحت. حته ان انا سايباها ومريحاها كده على ما بقطع التلاتة، ده بتريح معاك العجينه، وتيجي تفرديها هنا وتحطيها تاني على الترابيزه او على الطبليه برضو تفرد معاكي تاني وتبقى ريحت تاني. باقي الاطراف ليه انا بحط دقيق كده؟ علشان لما تيجي تنزليها لو هي معلهاش لو انت عاملاها بسمنه مش هتلزق، لكن انا مش حاطه سمنه خالص في العجين، فلازم ان انا احط الدقيق ده عشان ما تلزقش مني. اهو بسم الله ما شاء الله. اهو امسكي طرف كده كده بايديكي كده بسهوله وتشتغلي عليه. اهو كمان هتنيها اجيب التانية واحطها عليها واكمل تطبيق بيها كده، بتطلع مورجة اكتر، بتطلع كبيرة، بتطلع ما شاء الله. ولو انتي حابة تعمليها جرس واحد ينفع، هبقى اعمل لكم فيديو كده، يعني اعمل لكم فيه يبقى كده 3 جرس يبقى 3 فطاير وسط صغير، اللي مش يعني العدد الاسره كبير ومش محتاج ان هو يعمل الصينيه دي، ممكن من كيلو دقيق يعملها. هعمل لكم فيديو ان شاء الله بكيلو دقيق بس. اهو العجينه شغاله معايا زي اللي باينه وما خدتش وقت خالص على فكره خالص، ما شاء الله بجد الله اكبر. اهو هتنيها، يا ريت تحاولي كل حته تتنيها تحطي فيها سمنه علشان تبقى مورجه معاكي. بصي العجينه حلوه خالص كيف، بحاول بس ان انا اصغرها شويه واحطها على الصينيه، وهعمل الكرة التالتة اهو كده. بصوا الله اكبر عليها، مليانة هوا ومفرودة ما شاء الله. نشتغل بالتانية اهي الاخيرة. بصوا اتفردت معايا ازاي، انا بس حبيت الخص شوية. اهو احط السمنة وهجيب اللي انا حطها في الصينية واحطها عليها، طريقة بسيطة خالص وسهلة. اهو بصوا الله اكبر، ريحت على الاخر كده تمام، تطلع ما شاء الله. كل ما تمطي كل ما تشتغل معاكي حلو. انا بوريكي تاني اهو. اهو بصي، طبعا انا لميتها بس انا ايه حبيت اعيدها لك تاني ان تشتغل معاكي. بص ازاي الله اكبر، انت كده ايه تمام. بتروحي لميها على بعضها زي ما بتطبقي اي حاجه كده، بتطبقيها بشياكه. اهو حطي سمنه. الفطيره دي اخدت حوالي نص كيلو سمنه، نص كيلو سمنه بتظبطها. ولو عندك زبده هتبقى احلى، بس هي برضو كده طلعت جميله جدا من غير الزبده الموجود عندك في البيت. بصوا الهواء ده معناها البجليل دي معناها ان هي مليانه هواء، فانت لما تيجي تحطها في الصينيه اهو يا دوبك بس بتلميها زي كده، قفلتي انت كده، قفلتي على الهواء كل اللي موجود في العجين. لما بتخش الفرن تتنفخ معاك الله اكبر، هتشوفيها معايا. سبتها طبعا تريح شويه بتتفرد. بص ما شاء الله زي اللبانه بالظبط الله اكبر. عليها بقى ايه عسل اسود وجبنه قديمه واحلى فطير وبالهنا والشفا. اتمنى ان انت تجربيها. بص كده وهي طالعه من الفرن بالجمال والحلاوه دي الله اكبر. بجد كانت حلوه خالص. تسلم ايدي، وياريت اشتراك في القناه ولايك كده حلو، وكمان علشان يوصل كل جديد من عندي فعل الجرس. اهو بصوا طلعت من الفرن دي، طلعت انا التانية كنت لسه هشتغل فيها. بصوا جمالها حاجه كده الله اكبر ما شاء الله. صلوا على الحبيب المصطفى. ما تنسوش الاشتراك في القناه عشان يوصلك كل ايه حاجه حلوه من عندنا. واتمنى ان انت تروحي تعمليها على طول وبالهنا والشفا، طعم البيت مفيش زيه. خليكي ست بيت شاطره. الله اكبر، صلوا على الحبيب المصطفى. بصوا جمال الفطير حاجه كده ايه ما شاء الله، سمناها خفيف زي الفل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.